في الفوز الرابع على التوالي النادي الاهلي بيحقق فوز كبير على كهربة الاسماعيليه 4-2 ويستعيد الصداره بالتساوي مع النادي المصري ونادي الزمالك ب 18 نقطه، في انتظار بيراميدز انه يلعب مؤجلاته عشان نشوف فرق النقط هيوصل لايه. حاله فوز بيراميدز بمبارياته المؤجله هيتصدر بفارق 3 نقاط عن النادي الاهلي. بدا الاهلي في المباراه دي بضغط كبير في الشوط الاولاني ونجح بتسجيل هدف قبل الهدف الاولاني ولكن اتلغي بدايه التسلل، وكوره ثانيه تيجي في العارضه كان برضو تسلل وكان في خطوره كبيره قبل الهدف. وفي الدقيقه 17 كوره تبدا من عند احمد نبيل كوكا يسلمها لحسين الشحات على حدود ال 18، يلعب تمريره بينيه لمحمد هاني اللي كان فاتح من ناحيه اليمين ويلعب عرضيه ارضيه لاحمد نبيل كوكا بعد ما مرر الكوره لحسين الشحات وقطع في ال 18 ويسجل الهدف الاول. وبعدها في الدقيقه 25 يتصاب حسين الشحات وينزل محمد مجدي قفشه اللي يقلل خطوره الاهلي الهجوميه بسبب انه تقيل على الكوره مش زي حسين. حسين كان بيلعب لمسه ولعبه وكان بيتحرك كتير يمين وشمال، مع زيزو كان بيتحرك يمين مره زيزو يمين هو يمين شمال وهكذا. في الدقيقه 37 كره عاليه توصل لزيزو ينجح في انه ياخد منها ضربه ركنيه ويلعب الضربه الركنيه على البعيده لياسين مرعي ويسجلها في عدم وجود رقابه من دفاع كهربة الاسماعيليه تسجيل الهدف الاول وحط الكره على الواقف في البعيده. وخلص الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 2-0. بدا الشوط الثاني بتبديل للنادي الاهلي بخروج ياسر ابراهيم للاصابه ونزول احمد رمضان بيكهام. فضل الاهلي ضاغط وتوصل الكره ناحيه اليمين لزيزو يلعب عرضيه تيجي في دفاع كهربة الاسماعيليه تترد لمحمد شريف ويسجل الهدف الثالث. ومن بعد تسجيل الهدف الثالث فريق كهربة الاسماعيليه يدخل في اللقاء ويقدر يسجل هدف تقليل الفارق. كوره من علي سليمان من ناحيه الشمال يروح مع محمد هاني ويرجع لغايه ما قدر يرفع العرضيه في ضغط ضعيف من محمد هاني، وكمان تغطيه من كوكا على قائم من بعيد سيئه مع محمد ونجم وينجح بتسجيل الهدف الاول. بعد تسجيل الهدف الاول يخرج محمد علي بن رمضان وينزل اليو ديانج. في الدقيقه 68 كوره عاليه يطلعها بالخطا محمد هاني توصل للاعب عصام الفيومي ويسدد تسديده في البعيده يروح على الشناوي ما فردش ايده برضه كالعاده ويتسجل الهدف الثاني. ومن بعد تسجيل الهدف الثاني الاهلي رجع يضغط ثاني في اللقاء لغايه ما حصل على خطا على حدود ال 18 قدام فريق كهربة الاسماعيليه وينجح بن شرقي بتسجيل واحد من اهداف الموسم السيزون ده. من بعد تسجيل الهدف الرابع خلاص كل فرقه اكتفت، الاهلي اكتفى بالفوز 4 وكهربة الاسماعيليه حاول ولكن من غير اي جوده، ان هي من اقل الفرق اللي بتلعب اصلا كوره في الدوري. كمان الكواليتي عندهم مش زي الاهلي مثلا، فانت كانوش عارفين يجاروا الاهلي في اللقاء ده. من بعد الهدف الرابع كمان نزل احمد عبد القادر مكان زيزو ونزل طاهر مكان محمد شريف